أهلا ببرج الحوت. بناخد قراءة ما تبقى من شهر 8 من اليوم 25 ل 30/8. بناخد هذه الفترة وطاقة هذه الفترة للحوت. خلينا ناخد الأول الطاقة الروحية عند الحوت، أخبارها إيه؟ بسم الله. بنبتدي القراءة، بناخد الطاقة الروحية عند الحوت وبناخد الطاقة العاطفية والرومانسية، العلاقة والشريك. بسم الله. اوكي نبتدي. بسم الله. طاقة الحوت الروحية. الحوت بيمر في الفترة دي بعدم اتزان روحي، شوية متوتر، تحس انه تايه، عنده توهان، عنده تشتت، تحس ان هو مش قادر يأدي زي ما كان بيأدي في الفترات اللي فاتت، يعني مش قادر يقوم مثلا يصلي يقرأ قرآن، تحس ان هو بيدوخ بيتعب، تحس كمان ان هو محتاج دعم. طيب، كمان الفترة دي واخدة من طاقة الحوت جدا. كمان الحوت حاسة انه روحيا ابتدى يتعلم اكتر من الفترة اللي فاتت، وشايفة كمان ان الحوت يعني تحس ان هو العيون عليه، تحس ان هو روحانياته ابتدى الناس مركزة معاه. ممكن يكون بيحكي عن نفسه كتير، وانا عارفة الحيتان لان انا حوت زيكم، ان يحلم احلامه يحكيها، يبتدي يعبر عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في حياته، استكشافاته الكونية ورؤاه وشعوره انه دعائه مستجاب، وطلعته بقى واحلامه بقى، وعارفين ممارسات الحوت الروحية. فواضح ان الحوت متعرض لأزمة شوية كده. الطاقة اللي طالعه لي تنبيهية تحذيرية. خلي اسرارك معاك يا حوت، تعبد براحتك، اعبد ربك براحتك، ادعي براحتك، اعمل اللي انت عاوزه، بس بلاش تتكلم يا اللي بتسمعني عن حياتك، عن احلامك، روحانياتك، احساسك اللي بتحسه. ما تعبرش كتير قدام حد، لان ده بيجي عليك بالسلب. خليها بينك وبين نفسك، وان احتجت تنصح حد انصحه من غير ما تقول له ليه. الحيتان طبعا فاهميني وعارفين انا بتكلم في ايه، بس لكن الطاقة مش هتفضل كتير كده، لكن هي تحذيرية، يعني بس تحذيرية ليك يا حوت، تحذيرية ان انت شوية تشتت كده حصلت لك، وما تتكلمش كتير عن احلامك يا حوت. هناخد الطاقة العاطفية واخبار الحوت مع الشريك ايه. بسم الله. او الحبيب او الشخص اللي في علاقتك. طب ناخد طاقة الحوت هذه الفترة. حوت، طاقتك يا حوت شوية مشاعرك يعني في النازل شوية، لو الفترة دي على الحوت صعبة شوية. ناخد طاقة الشريك. شريك الحوت، تحس ان في بعض المشاكل وبعض الامور اللي ملخبطه الحوت ومشتتاه، عشان كده الكارت الروحاني برضو مش الحوت ده، مش الحوت، فاهمين؟ او الطاقه اللي طالعه لي بتقول كده، هي طاقه تحذيريه برضو. بما ان الفتره دي شويه كانت تقيله على الحوت، يعني الفتره في اخر 8 ده تقيل شويه على الحوت، لكن حاسس شويه ان عواطفه هاديه جدا، وتحس ان هو عنده فراغ عاطفي كبير حاسس بيه، حتى لو كان حد جنبه او حتى لو حبايبه معاه، بس هو حاسس بفراغ عاطفي، متلخبط ومتشتت وعنده بعض التشتت. طيب، كمان حاسس بقوته، حاسس بانوثته، يعني لو هي انثى او ذكر، حاسس بقوته، لكن برضه متلخبط، عنده مشاعر ملخبطه، عنده مشاعر مش عارف يحيدها. كمان عنده قوه كبيره، لكن مش عارف يوظف القوه دي فين، يعني مش عارف يعمل ايه. هو متشتت، هو روحانياته عاليه قوي، عليت، مشاعره اتلخبطت، عنده لخبطه في المشاعر، عنده احساس بالفراغ العاطفي، مش عارف، محتار الفتره دي. طيب ايه تاني؟ كمان مهتم بالمال وبالفلوس، ودي من الحاجات اللي هي برضو موتره الحوت. خايف على شغله، خايف على مهنته، خايف على شيء ما موتر الحوت، عنده مخاوف. لكن الحوت
في اخر الفترة او في بداية الشهر الجاي عنده بداية رائعة. بداية 9 ان شاء الله هتكون بداية حلوة جدا جدا للحوت. مش معنى كده ان الطاقة دلوقتي وحشة، لا، هو بس اتوتر، هو اتشتت، هو تركيزه بقى مش في مكانه. تحس ان الطاقات زادت على الحوت ولخبطته، واهتمامه كمان بالحالة المالية والمادية والعاطفية عملوا له كده دروبات كده او شوشرة يعني. طب خلينا نقول طاقة الشريك ايه. شريكك يا حوت عنده مخاوف، اضطرابات نفسية، افكار سلبية، حاسس بالبعد، هو بعد عنك فانت حاسس بفراغ عاطفي. بعد الشريك عنك ومشاكله معاك وتوتر الشريك وضغط الشريك عليك النفسي تعبك يا حوت، تعبك يا حوت. في ضغط نفسي على الحوت، في ازمه كده، في حاجه بتضغط على الحوت وترته وشتتته. الشريك ليه عامل كبير، لان انا شايفه الشريك عامل لك ضغط نفسي. ده يعني ممكن ما تكونش بتعرف تنام، ممكن تفكر كتير منه، في افكار سلبيه متصله للحوت من هذا الطرف يعني. ماشي. طيب ايه تاني بالنسبه للشريك؟ لكن الشريك عنده تفكير واراده انه يقرب منك تاني، يعني برغم كل المشاكل دي لكن في عنده نيه واراده انه يقرب ويصلح ما بينكم تاني يا حوت. خلينا ناخد مشاعره، لان انا شايفه ان مشاعره على قد ما فيها خوف وقلق على قد ما فيها برضو طاقه ايجابيه للحوت. خلينا ناخد ونشوف مشاعره ايه للحوت. مشاعره ايه للحوت؟ شايفه ان مشاعره ايجابيه للحوت، شايفه انه عاوز يقرب منه، وشايفه ان هو عايز يحل مشكله، عايز يبتدي معاه بدايه جديده، عايز يظهر له نفسه، عايز يوضح له امور، عايز يظبط له امور كانت بايظه ما بينهم، او يعني اما يصلح ما بينه وما بين الحوت، يا اما يظهر قوته قصاد الحوت، لان الحوت كان قوي عليه الفتره اللي فاتت، وكان اظهر كتير يعني مواهب الحوت ظهرت. كبرياء الحوت كان شديد قوي الفتره اللي فاتت على الشريك وعلى كل اللي حواليه، كان بيحاول انه يظهر نفسه لانه تعب الفترات اللي فاتت فظهر جامد. فالشريك حاسس ان هو عايز يوازن نفسه مع الحوت، يقرب من الحوت، يحسسه بقيمته تاني. فاهمين؟ يحسسه بقيمه الشريك نفسه، يحسسك بقيمتك يا حوت، بقيمته جنبك يا حوت، انه هيقف جنبك، انه هيساندك، انه هيكون داعم ليك، انه هيفهمك، انه هيبطل يخونك، انه هيقف جنبك، انه هيرجع لك حقوقك، انه هيقدم لك حاجات، لانه عاوز الحوت. لانه انا شايفه في طاقته ان هو عاوز بدايه جديده مع الحوت، بدايه جديده مع الحوت، وعايز ينهي الفتره دي بفتره كويسه مع الحوت، لانه عايز يرجع الحوت تاني، لانه مش قادر يعيش من غيره. انا شايفه كده طبعا، وانتوا عارفين ليه. عشان انا حوت زيكم عادي يعني. طيب خلينا نقول، يا ترى شايفك ايه يا حوت؟ وشايف نفسه ايه قدامك؟ شايف الحوت شايف الحوت ايه؟ متهور، بيعمل حاجات غريبه، مندفع، مش بيعمل حاجات سلبيه غريبه شويه. شايفه متعلق بالمال، متعلق بحاجه. طيب شايف نفسه ايه قدامك يا حوت؟ بسم الله. شايف نفسه منتظر حاجه من ربنا كده تجمع ما بينه وبين الحوت، وشايف نفسه ان هو عاوز الحوت بقوه، عايز منه علاقه كبيره، علاقه حب، علاقه جسديه، كل العلاقات. وكمان شايف نفسه ان هو مجروح من الحوت، زعلان من الحوت، مع اني انا شايفه اني مش عارفه ليه يعني، بس رغم ان انت يعني انا شايفه ان الحوت الفتره اللي فاتت من الناس اللي اتجرحت واتضايقت واتخدعت واتخانت يعني. بس خلينا نقول ان القراءه دي بتقول ان الشريك هو اللي حاسس بالظلم. غريبه. اوكي طيب خلينا نقول بسم الله. يا ترى الحيتان المنفصلين هناخد كارت، هل في تواصل مرة أخرى، في اتصال، في وصول، في رجوع؟ الفترة دي لا يا حيتان، لسه يا حيتان، لسه استنى شوية، على شهر 9 الدنيا ممكن تتغير. شكرا ليكم. اللي محتاج قراءة خاصة يتواصل معايا على الرقم اللي موجود في البايو، هعمل له قراءة باسمه وبطاقته وليه هو، بتكون لك انت مخصصة وبتاعتك انت يلي بتسمعني.